تحت. انا بغيت افهم لماذا شجعت الارجنتين؟ ليش شجعت الارجنتين؟ فهمتك انا انك اكره المغربيين نشجع ارجنتين. باش تدخل لك في عقلك؟ يعني انت تتألم لان المغرب فاز باعتبارك كاره لها؟ لا يهمني انا لماذا اتألم. انا يومياتي نورمال عادي. لماذا اتألم؟ انت ريت بالك اتألم. والله يا اخي كأس العالم. والله انك تتألم يا كأس العالم هذه كأس العالم ستحرر سبتهم ليلة. كأس العالم سترد لهم الصحراء. سأراعي الحالة النفسية التي أنت فيها. بما أنك شجعت الأرجنتين وقلت بعظمة لسانك أنك لا تطيق المغرب، فمعناته أنك تكاد تتميز من الغيظ في هذه الحالة في هذه الأيام، والمغاربة فرحانين. فدخلت متوتر. محمد السادس سبتة مليلي الأرجنتين حررنا وإحنا أبطال والثورة خرط الدنيا خرط. المحافل الدولية مثل المغرب بتلعب في الأرجنتين مع ضد الأرجنتين. ليش ما تحبش ولا الصراحة؟ تحب النفاق ولا الصراحة؟ لا اليوم يوم الصراحة. هذا اليوم اللايف كله مصارحة. أنا كرياضي ومتبع رياضي ما نحب لا مغرب ولا مصر ولا الليمبا. بصح قول لي لماذا؟ سقسيني لماذا؟ لحظة قبل ما أقول لك لماذا. يعني أنت الآن البارحة شجعت الأرجنتين أنت؟ بيان سير أرجنتين، بيان سير شجعت الأرجنتين. نعم نقولها لك. هو هنا نريد أن نفهم لماذا. هنا فهمنا يا صاحبي. بشوف في المنافسة الرياضية لكي تبقى بلدك الجزائر هي اللي كما نقولوا هي اللي طالعة. هذه يعيطوا لها منافسة رياضية. تلقاها في كاع شعوب العالم الرياضية مثل بارسا ومدريد مثل البرازيل والأرجنتين. لكن أنت قبل قليل قلت أن المغاربة كانوا يشجعوك وأنت تمثل العرب الممثل العربي. لا هما راهم يقولوا. هما كانوا يقولوا شجعناكم في 2014. أنت قلت كنا نمثل العرب وحدنا. وكانوا هؤلاء يشجعوننا. نعم أنا قلتها بلسانهم باسكو أنا سمعت المغاربة قال لك شجعناكم في 2014 و2019 و2010. أنا راني نقول واش هما راهم يقولوا. القارة الجزائر وأنت تشاهد الأرجنتين والمغرب، لم يتحرك ضميرك مثل سامي كذا في الشوط الثاني ولا في الاستراحة؟ لا بس أنت ما تفرش المقابلة. أسعد الفريق المغربي 11 لاعب كلهم في الديفونس عند المرمى. الفريق الارجنتيني كلاهم بولا تكتيكيا فيزيكمو. هما الحظ الهجمتين 2 هدف. ارجنتين كلات المغرب الكره لا تلعب ب 11 لاعب عند المرمى تاعك، تلعب في الهجوم. باش نتفاهموا. في الاخير فازوا ربي يسهل عليهم. لا يهمني انا. لماذا لم تفرح؟ انا يهمني لماذا شجعت الارجنتين. والله ماني طالقك. شوف اسعد لما تلقى واحد كيما هذا اللي راه فوقي يحل لايفات تاعه السب والشتم، يسب في المرأة الجزائرية، يجيب فازلين ويجيب خشبة ويقول لهم أنا الجزائري بالفازلين ندير لها. من هذا اللي راه فوقي. هذا الدكتور دريس. لو تشوف لايفات تاعه لا أي فازلين وأي خشب. لا قسما بالله العلي العظيم أقسم لك بالله العلي العظيم. هذا يجيب الفازلين ويجيب خشبة ويدير الفازلين في الخشبة ويقول لهم أنا الجزائري نعمل له هكذا. هذا اللي راه فوقي. كيفاش حبيتني أنا نحب المغرب ونشجع المغرب. رياضة يا أخي نعدلها شوي عن هذا العالم. لا قلت لك في المنافسة الرياضية لما يكونوا جيران ما يحبوش بعضهم بعض الربح باش يبقى الفريق واحد في الأعلى. هذه في المنافسة الرياضية. أما قلت لك على هذا اللي راه فوقي يجيب الفازلين ويجيب خشبة ويعمل الفازلين في الخشب ويقول لهم المرأة الجزائرية نعمل لها هكذا والجزائري نعمل لها هكذا. والله ما يعمل هذا. اقسم بالله العلي. علاش تكذبني الجزائري؟ لا لحظة انا اقول لك انا عرفت ريس العالمي والله من انبل خلق الله ما يعملها. يا اسعد اقسم لك بالله حق رب العرش الكريم اقسم بالله العلي العظيم في اللايف تاعه يجيب الفازلين ويجيب خشبه ويدير ذاك الفازلين في الخشبه ويقول لهم تبون نعمل له هكذا الجزائري نعمل له هكذا. خلاص خلي لما يجي دوره ويفند هذا الامور. اعوذ بالله. طيب الرياضه لماذا تخلطوها يا الجزائر القاره؟ لماذا تخلطوها بالحياه العامه والحياه السياسيه؟ هما سيسوها. لما تشوف بوريطه يحتفل معهم هذه سياسه. وحنا نحينا لهم الخريطه. كانوا يلعبوا بالخريطه. حنا قلنا لهم والله العظيم ما تلعبوا بالخريطه وما راهمش يلعبوا بالخريطه. الجزائر هي السيده في شمال افريقيا. تحب ما تحبش تبغي ما تبغيش تضرب راسك مع حيط. خليني نكمل اسعد. شوف لما نشوف الملك البلاد
في جيل زاد مظاهرة الجوع خرج الملك، ولا كلمة على اللي ماتوا، ولا كلمة على اللي حرقوا، ولا كلمة على اللي سال دمهم. لما تشوف المغرب، شباب المغرب يحمل كأس العالم، يخرج الملك يهرج ويقول لهم أنا مع الشعب. لماذا الملك تغطي على مشاكلك الداخلية؟ لماذا لم تخرج في مظاهرة الجوع؟ لماذا لم تخرج عندما المغربي أصاب؟ لماذا لم تخرج عندما الشرطي أصاب؟ لماذا تخرج ولا كلمة قلتها، ولا أنت ولا ولدك ولا أخوك، كل القصر ولا كلمة على مظاهرة الجوع؟ فالأفراح يخرجوا هم الولد. لماذا يتكلم يا أخي؟ اليوم الملك رفع ميزانية الصحة، هو ما يتكلم، شو يفعل؟ اليوم رفع لهم الميزانية، ورفع وسيحارب الفساد، ورفعها إلى 14 مليار. يفعل مثل مع الصهاينة، فعل ثاني في التطبيع، يفعل هو. طيب يفعل على الملك، يفعل لا يتكلم. لحظة، على مسألة أنه سكت على الذين ماتوا، من ماتوا لك 18 في الحافلة، لم نسمع تبون تكلم عنهم. لا، خرج تبون وصراح ودار ولا كلمة. أتحداك تعطيني تصريح. والله العظيم إلا خرجت بيان وزارة الرئاسيات، خرجت ببيان، وما تقعدش تكذب وما تقعدش تلمح في المغرب وتحطم في الجزائر. تكلم بحقيقة، الموت ما تحسيها لا اليوم ولا غدا. لم يتكلم أحد. 18 إنسان ماتوا. أنت حتى في شو أسعد، أنت في التطبيع خلقت لهم واحد الحاجة، تطبيع روحاني، تطبيع شعبي، تطبيع. يا أخي التطبيع تطبيع، ما كاش روحاني وشعبي. أنت تكذب على الشعب المغربي، والشعب المغربي راح حسبك أنت الأمم المتحدة وأنت تقول لهم تطبيع روحاني، تطبيع شعبي. لا الامارات هي اللي مطبعه بزاف، لا المغرب مش مطبع. يا التطبيع تطبيع الصهيوني، يقعد صهيوني. اذا الاعتراف بالاسرائيل تطبيع، انت مطبع. لا، التطبيع الشعبي والتطبيع بالجيوش والتطبيع. لما تشوف انت يا الصهاينه في المغرب يقول لك نصرت الشعب الصهيوني، الجيش الصهيوني، هذه ماذا؟ طيب اعود الى الارجنتين. من نسب بينك وبين، هل بينك وبين الارجنتين دين ولا رحم ولا جوار ولا شيء؟ لماذا تشجعون؟ بلد كرة الأرجنتين بلد كرة قدم. ولما قلت لك نشوف هذا اللي فوق يجيب الفازلين ويجيب الخشب، شوف اللي تحتك. لحظة خلاص، لا تكررهاش يا أخي، لا تكررهاش لأنك بتكرر الإساءة. الله يهديك. راني جاوب فيك بس راني جاوب. أيوة لا أنت قاعد تكرر لي الخشب والفازلين، ما عادش داعي تكررها أصلا. الله يرحم لك الوالدين. طيب كلمني على المجزائري الذي تحتك، هو مثلك، بدأ في البداية شجع الأرجنتين، لكن بعدها قال صحي ضميره وفرح مع المغاربة وشارك مع المغاربة فرحتهم. وانت متى يصحى ضميرك يا صاحبي؟ شوف المغرب لو كان تلعب مع والو نسيبورتي والو. حل ودنك غاية، حل ودنك. كنت تلعب مع والو نسيبورتي والو. انا المغربي دركا لما تشوف هذا اللي فوقي كيفاش يتكلم في اللايف تاعه، اكرهت المغربي، اكرهك. بهذا وليت نكره المغربي، بهذا اللي فوقي. بس هكذا يا الجزائر القاره ستتعب يا اخي، ستتعب نفسيا. لا ما يتعبونهاش هادو. شوفوا قبيله الجنرال قال لك واحد الكلمه والله نقطه سجلتها غايه، قال لك شوف المغربيات يجيبوا الرجال من بوطونهم. اين المغربيات في رجال سبتوهم ليليا؟ اين المغربيات لما يجيبوا الرجال في الصحراء الغربيه؟ انا نعرف المغربيات يجيبوا الرجال باش يحرروا اوطانهم، ماشي كاس العالم. يا خويا احنا جبنا ربيع بن مهيدي رحمه الله عليه، احمد زبانه رحمه الله عليه، عميروش رحمه الله. شوف حبيبي حتى الارجنتين، شوف البطنه الجزائريه واش تجيب. لما البطنه الجزائريه تجيب رجال لتحرير الوطن، ليس بكاس العالم يربدها شاب جد منفوخ وتقول لي الجنرال قال لك المراه الجزائريه جابت البطن. خليني نتكلم اسعد، خليني لا 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 لا, لا ما اريدك شيء تميز المراه الجزائريه والمراه المغربيه على عيننا وراسنا التنتين. لا مانيش السب انا لا 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 والنعم في المراه الجزائريه والمغربيه واليمنيه والمسلمه. كل مسلمات. بس اشوف أيوة اسعد اسمع كلمات يا اخي. لحظه، هل لا طيب لحظه، خليني اعطيك درس الان. انت الان سبتهم لي، ليه سبتهم لي؟ ولو انكم خرجتونا من الموضوع. هل استطيع انا ان اتساءل واقول اين المراه الجزائريه لم تنجب في 130 سنه من يحرر الارض؟ لماذا صبرتم 130 سنه؟ يعني عيب، مثل هذا الكلام لا يقال يا صاحبي. هذه تعقيدات دوليه، مساله سبتهم لي شرحناها لكم مرارا وتكرارا. ما يصير هذا الكلام. انت رجعتني من الارجنتين، لا سبتهم لي. أنا أحاول لعل وعسى أنك تخرج في هذا اللايف، بما أننا نتصارح، وهذا مواطنك سامي كان صريحا وأنت كنت صريحا، وأنا حتى يعني أشكرك على يعني شجاعتك ولو أني في الاتجاه الغلط يا أخي. لكن والله ستتعبون،
المغرب طار، المغرب ستتوالى انجازاته، يعني كل انجاز كروي. هذا كلامك انت تقول ستتعبون، هذا انت راك تتكلم على روحك. لا انت الان تعبان، انت الان تتآكل من داخلك. الان انت الان دود وعقارب سود داخلك. لا تستفزني، انا نتكلم عليك براحه ونورمال. لا شوف، اسمح لي، بقدر فرحة المغاربة بقدر حزنكم. انت الان حزين ولا مو حزين؟ اوكي سعد، خليني اكمل. انت حزين ولا مو حزين؟ ما تفرضش عليا كلامك باش نقول لك لا حزين ولا ماشي حزين. لا لانك شجعت. ما تفرضش عليا. انا يمني يا اخي، شجعت المغرب. لا توجهني بكلامك، خليني نتكلم. يعني من البارحة الى الان انت نمت. اسالك بالله، انت نعست. تحت ما نعس هاد السؤال عليك تختي فيا. لماذا تسألني هذه الأسئلة؟ خليني نتكلم. حفاظا على صحتك النفسية. معليش الملك هو اللي راه مريض مسكين. انا راني نورمال. الله يشفيه ويبليك. الله يشفيه ويبليني بالتطبيع تاعه، يبليني بالتصايون تاعه. بأي مرض يشفيه ويبليك. معليش. المهم انا مسلم وما طبعتش وما حطيتش يدي مع الصهاينه اللي قتل اطفال غزه. خليني نكمل. صح. كمل في الرياضه. لا، واحد النقطه غير باش نوضحها. هذا ما كان. شوف انت اسعد الشرعي، معليش غادي نفتح غير قوس. اعطيني الحريه كجزائري، معليش، وانت ما تبغيش تعطيني الحريه جزائري. غير قوس صغير نعاود نبلعه. انت تكره السعوديه، خليك في الارجنتين، وتكره الامارات. بصح لما يجي اماراتي وسعودي هنا يناظر جزائري، تصبح سعودي اكثر من السعودي وتصبح اماراتي اكثر من الاماراتي. هذا علاش؟ لانك تكره الجزائر وتكره الشعب الجزائري. والله ما اكرهكم. وتحب الضم. انت تحب الضم. والله ما اكرهكم. اقسم لك بالله العلي العظيم. شوف انت لما لماذا يا اخي بالغصب انا اقول لك والله ما اكرهكم. بالغصب تريد تخليني اكرهك؟ والله من املك. علاش انت كلامك قران وانا كلامي؟ والله تامني ولا ما تامني، والله ما عمري كرهت. لا العظيم تتمنى الضمان للجزائر انت وامثالك. انت يماني كان يسب الملك ليل النهار، رحت دخلت له في عقله، بدلت له كاع المحتوى تاعه. هذاك اسماعيل يا اخي اسمع، ليس العيب ان الواحد يغلط، العيب انك تظل مكلخ 70 سنه يا اخي. انت اللي راك مكلخ 70 سنه، راك قاعد هنا في بين المغرب. ماهوش عيب ان الانسان يراجع نفسه. الجزائري راه محرر في بلاده وعايش عيشه. ورجعنا للتحرير يا جبنا احنا والتحرير يا التحرير هذا. انا بغيت افهم لماذا شجعت الارجنتين؟ فهمتك انا انك اكره المغربي نشجع ارجنتين. باش تدخل لك في عقلك؟ يعني انت الان تتألم لان المغرب فاز باعتبارك كاره لها؟ لا يهمني انا. لماذا اتألم؟ انا يومياتي نورمال عادي. لماذا اتألم؟ انت ريت بالك اتألم. والله يا اخي كأس العالم. والله انك تتألم يا كأس العالم هذه. كأس العالم ستحرر سبته وليله. كأس العالم سترد لهم الصحراء. ايوه اللي معنا ستوكل مظاهرات الجوع. كأس العالم ستوكل مظاهرات الجوع. اسمع هل كأس العالم ستسكن اصحاب الحوس؟ ايوه ان شاء الله. كل شيء بيصبر، كل شيء بيمشي. يمشي مع المغربي يمشي. شوف الذي ما يطول العنب عامضا عنه يقول. انت هكذا الان اصبحت كرة من الجلد منفوخه يتقابلها الاطفال. اسمعني قال لك والله لو فستنت لا تعمل. اين البرنوسي؟ دعوني البرنوسي. هذا ما له الا البرنوسي. طلع البرنوسي. اسعد شوف كاين واحد المثل الجزائري يقول لك يا اللي مزوق من برا وش حالك من الداخل. هذه مثل للمغرب. يا اللي مزوق من برا وش حالك من الداخل. شوف الداخل المغربي، شوف المغرب المنسي كيفاش. ما تجيش انا تكذب عليا بكأس العالم. كأس العالم هي مليحه، منى رياضه مليحه، الانسان يروح يدير الرياضه، بصح ما تجيبها ليش بالمملكه وتكره بها الجزائر، تعاير بها الجزائر. انت تدي كأس العالم وتعاير بها الجزائر. خلاص القراح الميكروفون دقيقه. خليني انا راني معك. اسعدك خليك انا بخليك سد المايك. سد بس وخليك خويا اسعد. السلام عليكم. لحظه يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ من الخليج. اوكي خويا معك من الكويت. الله الكويتيين نحبكم يا اخي، كنبغيكم بزاف يا اهل الكويت والله. بس دقيقه واحده اعدل على الاخ هذا الجيري.
غلط. انت شوف، انا ربما ساراعي الحاله النفسيه التي انت فيها. بما انك شجعت الارجنتين وقلت بعظمه لسانك انك لا تطيق المغرب، فمعناته انك تكاد تتميز من الغيظ في هذه الحاله في هذه الايام، والمغاربه فرحانين. فدخلت متوتر. محمد السادس، سبته، مليلي، الارجنتين، حررنا واحنا ابطال، والثوره. خرط الدنيا، خرط يا صاحبي، لانك مش مركز. والله نصيحتي لك، ولما تكفل الله فجلس مع نفسك يا اخي، ولو 5 دقائق. هذا أنت تأكل نفسك من الداخل. شوف هذا اللي سبحان الله، لو عندك بصيرة قد الله سبحانه وتعالى أعطاك إشارة من جزائري. أخواني سبحان الله، جزائري تحدث قبله قال مثله، قال أنا نتيجة هذا التراكمات التي نراها من شحن وخطاب سيء للأسف، أنا شجعت الأرجنتين. يقول هو هذا الأخ سامي. ثم بعد ذلك قال ما طقت، ما قدرت، يعني تحركت في الفطرة. قال فإذا بي أعود شجع المغرب، وفرحت مع المغاربة. سبحان الله، كأن الله أعطاك إشارة من جزائري يا أخي قبلك، تحدث قبلك، ومع هذا أنت مصر وتجاهر بهذا الذي في قلبك على المغرب. أعوذ بالله من غضب الله يا أخي. الله يكون في عونك، ما نقول إلا الله يكون في عونك، بس أنت ضحية، أنت مريض، أنت تعبان، الله يستر عليك. يا ما أدري الأخ من الكويت، هل نكرمه إدريس مستشار ابن الدولة، لأنه أول مرة يأتي عندي كويتي، إن سمحتم أن نسبقه قبلكم أو ينتظر، ما عندي مشكلة، الدور دوركم والله. لا تفضل اسعد. لا انتظر انتظر عادي، ما في مشكله. عادي سيدريس عادي، ما في مشكله. لا انتظر ما في مشكله. الاخوان اللي قدامي انتظروا، ما في مشكله. بس انا كنت ابي اعقب على كلام الاخ من الجزائر، ولكن ما بعد يعني. أنا أرى أنك سنأخذ اللي قبلك باقتضاب ونأتي إليك وأخذ وقتي معك. خذ راحتك، لا خذ راحتك أخوي أسعد. الله خلاص لا حافظوا على الأخ الكويتي. أسعد الله يحفظك. ليه عقب علي هذا الكويتي؟ باسكو ما بيني وبينه والو. علاش تعقب علي؟ نتكلم في الموضوع على كأس العالم، جاي تعقب علي أنا؟ يا الجزائر نعقب علي يا حبيبي. الله يا أخي خليك هذا